شكل لتمثال السقا في العصر اليوناني الروماني. طبعا هنا هنلاحظ الدقة بتاعت نحت التمثال في انه بيبين وضع العظم والعضلات في التانية بتاعت الركبة لانه والتانية الظهر لانه شايل حمل تقيل. وهنلاحظ كمان حاجة ان في لبسه هو لابس عشان يشيل القربة اللي على ظهره دي، لابس حاجة من الجلد لفة كده. حاول ان انا اقربها لكم، حاجة كده رايحة جاية من الظهر، من البطن للظهر كده، شبيهة بتاع العرقسوس دلوقتي. ففكرة اللي هو الجلد اللي بيلبسه بتاع العرقسوس دي مش حاجة جديدة. احنا زي ما احنا من آلاف السنين، ومحدش يقولي اصل ده عصر يوناني روماني يبقى ده مش مصري. لا، ده مصري. مفيش حد روماني كان بيشتغل سقة. الرومان دول كانوا الحكام، ولا حتى اليونان يعني في العصر البطلمي دول كانوا علية القوم، كانوا الحكام، ما كانوش بينزلوا يشتغلوا. المصريين هم اللي كانوا بيشتغلوا الشغلانات البسيطة دي، وهم اللي كان طلع عينيهم يعني. فاحنا زي ما احنا من آلاف السنين على وضعنا يعني.